انا معيان وبعمل ايه؟ هات ورقه وقلم، ولا اقول لك هحط لك لينك حلقه بتكلم فيها عن كل حاجه انا بعملها. لو عندك وقت اتفرج على الحلقه دي، وهحط لك لينك برضو رسم البورتريه ده برضو في البايو عشان تتفرج عليها. النهارده هعمل ايه؟ هرسم اكتر من عين بشكل رياكشن مختلف ليها، ونشوفها مع بعض واحنا بنرسمها. فيلا بينا متكسلش، وهات ورقه وقلم رصاص. اول عين هرسمها وهي عين مغمضه، وده اول عين هنرسمها سوا مع بعض. ما تنسوش تعملوا شير للحلقة لأكبر عدد من صحابكم علشان يستفيد من الحلقة زي ما انتوا هتستفيدوا من الكورس الرسم للبورتريه. وطبعا ما رسمتش كل العيون وكل الاشكال الرياكشنات للعين، في رياكشنات كتيرة جدا انا رسمت جزء منها، وان شاء الله اعمل لكم حلقة تانية فيها رياكشنات مختلفة للعين برضو. فقولوا لي رايكم، عجبتكم الفكره ولا لا؟ ولو عايزين ترسموا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو بيها ان شاء الله. هنا جت مرحله الجفن بتاعه العين، بديها ظل بسيط قوي. انا بس بديكم في الحلقه دي ازاي ترسموا العيون بشكل مختلف او برياكشنات مختلفه. ودي الحواجب، باكد على الخطوط اللي انا رسمتها، وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده ازاي برسم الحواجب وازاي بعملها كانها شعر وكانه شعر حقيقي، علشان اديها واقعيه اكتر وكانها قرب الحقيقه زي ما انا برسم كده الحواجب. وهتلاقوني عامله فيديو مخصوص ليها، هحط لكم برضو اللينك بتاعها في البايو. دي العين التانية، زي ما انتوا شايفين كده الخط بتاعها زي الكيرف شويه. بعد كده هعمل الكيرف من تحت. هنا بقى بعمل الرموش برضو كأنها نايمة لقدام شوية، علشان العين هتلاقوها كأنها بصة لتحت شوية. هتشوفوا دلوقتي وانا برسم النني. عايزة اقول لكم على مفاجأة النهاردة، ان انا هعمل النهاردة لايف. فيا ترى مين جاهز يتفرج على اللايف النهاردة؟ اكتبولي في الكومنتات. الدوائر الصغيرة دي هي ده انعكاس للإضاءة. هتلاقوا لما تبصوا لعين أي حد، بصوا كده هتلاقوا فيه لسعتين بيض كده مبيبقاش عليهم أي ألوان أو أي حاجة، هو ده انعكاس الإضاءة. فبصوا كده في عيون بعض، بصي لنفسك في المراية هتلاقي فيه كده نقط بيضة كده، انعكاس لأي إضاءة بقى للشمس، إضاءة النور اللي عندك في الأوضة، هي دي النقط البيضة اللي أنا بعملها. هنا بقى بأكد على الخطوط، وهنا استخدمت 3B علشان أتقل الرموش وأتقل الخطوط وتبقى توضح أكتر للعين، وكأنه زي كحل كده في العين، وبأكد على الرموش زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى العين التالتة، برسم الحواجب عادي. هتلاقوني ان انا برسم بالبي عادي، وبتقل 3B. انا عايزاكم تمشوا مع كل خط انا برسمه علشان يديكم الرياكشن للعين نفسه. يعني لو هتلاحظوا ان كل رسمه في العين بتدي رياكشن معين. يعني مثلا العين اللي انا برسمها دلوقتي هي بتبص باتجاه معين، فعشان كده حركه العين نفسها او الخطوط بتاعتها مختلفه تماما. فعشان كده بقول لكم ان في رياكشنات كتيره قوي عايزه ارسمها لكم، بس انا قلت ارسم اول جزء كده واعمل لكم فيديو تاني برياكشنات مختلفه للعين. ما تنسوش تعملوا شير للحلقة علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت لأي حاجة نفسكم ترسموها في كورس الرسم للبورتريه. هستنى كومنتاتكم وهرد على كل كومنت على طول ان شاء الله. جينا للعين الأخيرة، وهي العين هتشوفوا كده حركة الحاجب نفسها مختلفة، وهي عين حزينة شوية. شوفوا كده لما بتبقوا زعلانين الحاجب بيبقى شكله عامل ازاي والعين عاملة ازاي. فدي العين لحد ما حد زعلان شوية. فبصوا برضو حركة الرسم، حركة العين نفسها مختلفة تماما، والاوتلاين بتاعها مختلف. فعايزاكم تمشوا مع كل خط انا برسمه عشان يدي الرياكشن للعين بالظبط.
يا رب فكرة الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من كورس الرسم للبورتري مع ميان. باي باي.